عسلامة البنات، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم ريسيت جديده تشبه للباكيت فارسي اللي هي ساندويتش امبراياج، حاجه بنينه على الاخر وتشبه ياسر للباكيت فارسي. توا نتعداو للغوسيت. باش نبداو بالبات، اول حاجه باش ناخذ رطل فرينه، مغرفه سكر، خميره متاع خبز، ومغرفتين زيت، ومغرفه صغيره ملح، وشويه ماء دافي. الكيس اللي ريتوه هذاك حطيت فيه شويه ماء دافي، الكونتيتي اللي تراو فيها، وحطيت ساشي ليفور متاع الخبز ومغرفه سكر، وخلطتهم غطيتهم وخليتهم يفوروا. تو تشوفوا كيفاش باش يوليو. ومن بعديك باش نتعداو نحطوا الفرينه في البيتخان، ومن بعديك باش نحط الملح، مغرفه صغيره ملح، باش نحط الخميره والماء والسكر اللي شوفوا كيفاش ولاو معناتها التكستور نتاعهم، نصبوهم مع الخليط، ونكمل نحط مغرفتين زيت نباتي ونبدا نعجن فيهم هكاكا، نعجن بشوي بشويه ونزيد الماء حتى لين تحصلوا عجينه متماسكه، ماهيش يابسه برشا وماهيش طريه برشا، معناتها ما تتلصقش. كي نحطوها في يدينا تبدا معناتها ما تلصقش في اليد. هذه هي. توا نحطها نغطيها منديله ولا بحاجه ونخليها تخمر مده نص ساعه، اقل حاجه نص ساعه. خليتها تخمر على شيره. توا باش نتعدى باش نعمل الاسكالوب. باش نطيبو شويه زيت، خديت شويه اسكالوب قسيتو دي كوب صغار وحطيتو يتقليو في شويه زيت، وزدتهم لفاحات، حطيت كركم وملح وتبلو كرويه وفلفل اكحل، وخليتهم يطيبوا هكاكا، ما زدتهمش جمله الماء، جوست حماروا شويه، غطيتهم بالغطاء باش يطيبوا. ومن بعد ما كملوا طابوا حطيتهم في صحفة على شيرة، وتعديت لو طون تابلي سكالوب. خمرت لي البات. باش نتعدى نحط البات، نحطها على البلان دو ترافاي ونقص الكونتيتي اللي حاجتي بها، وباش نحلها ونحطها في طبق يكون مدهون بالزيت والا على بابي كويسون. او ميم طون نخليو الفور يسخن على 180 درجة 200 درجة، انتي والفور متاعك كيما تراو فيا نخدم فيها. لها الفرينة وقاسيت الكونتيتي اللي حاجتي بها اللي باش نحلها في البلاتو. عملتها كبيرة بالكدي، معناتها البلاتو متاعي 30-40 متاع فور الكبير. دهنته بالزيت كيما قلت لكم، وباش نحط البات متاعي مدورة عبارة باش نعمل بيتزا. ومن بعديك باش نقصها في الوسط، تشوفوا الطريقة كيفاش. وهذا الفخس اللي باش نستحقه: جبن موتزاريلا عربي، جامبون، سلطة، بصل، ليتو، طماطم، سكالوب، هريسة. وتوا نبداو. هذه هي البات كيفاش قسيتها في الوسط، جوست حطيتها كيك روا في الوسط، وعملت على السيركل نتاع البات عملت هريسه. وتوا باش نحط سكالوب اللي طيبناه قبيليكا في اللفاح نتاعو. باش نحطو على كبر السيركل هكاكا، ندور كما تراو في الفيديو. نكمل بنفس الطريقه وبنحط سلطه، حطيت ليتو، طماطم، بصل، كيف دورتوا على السيركل الكل. نفس الطريقه نكملوا بها. وتنجموا تحطوا اللي تحبوا عليه نتوما، تنجموا تزيدوا مايونيز، سلطه مشويه، اي حاجه تحبوا تزيدوها، راو معناتها تجي فيها اي حاجه تحبوا، سلامي، اي حاجه كما قلت لكم. كما تراو فيا معناتها حطيت فيها الحاجات اللي عندي، كل واحد شنو يحب يحط الفاخس نتاعو. المتوفر عندكم معناتها هذاك يزي فيه البركه. ولا عندك كما قلت لكم في الباكيت فارسي ولا بيتزا ولا حاجات كيما هكايا اللي تجيب اللي هي جبن. وجبن انا نستعمل جبن موتزاريلا عربي، الاغلبيه نستعملوا هذاك فريمون يبدا بنين على الاخر. وكها وحطيت الجامبون، كملت شخشختها من الفوق بجبن موتزاريلا عربي، وحليتها ريتو الطريقه كيفاش معناتها نحلو هكاكا بالطريقه هذيك ونسكروها. ومن بعديك حطيت شويه حليب ودهنت البات بالبانسو وحطيتها تيب على 180 درجه مده 20 دقيقه. فوالا هذه هي الساندويتش امبراياج ستيل باكيت فارسي، يزيد تبارك الله العائله الكل.
فوالا هذه هي كانت الغسيل، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسيوش باش تجربوها وتخليوا لي لي كومنتير، وما تنسيوش باش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يجيكم كل جديد. وتوا نخليكم ونقول لكم باي باي.